انت عارف انا شجعت الزمالك ده ازاي؟ طب هتصدقني ان انا في الاساس اصلا كنت اهلاوي؟ طب ركز معايا كده، انا هحكي لك قصة عادية بس هتفهم منها حاجات كتير قوي. اصلا وانا عيل صغير كنت اهلاوي، وكنت طالع في بيت كله اهلاويه، يعني ابويا وعمامي واخواتي عماتي امي ولاد عمي ولاد عمتي، عيله كلها اهلاويه. يعني كانت بدايه ان انا اشوف كوره واتفرج على كوره سنه 2001، وكنت عيل عندي داخل في ال10 سنين لسه، وكنت بشجع الاهلي زيهم، اللي هو يعني بيب بيب اهلي زي ما بيقولوا. كان عندي عمي الصغير ده بقى اكتر واحد في العيله مجنون كوره ومجنون اهلي بمعنى اصح، فكان لما الاهلي بيكسب بطوله او ماتش مهم كان ياخدنا كعيال العيله وينزل بينا الزمالك ويروح عند نادي الاهلي في الجزيره ونحتفل ونخرب الدنيا. طبعا انا في الوقت ده كنت عيل صغير، فكنت ماشي معاهم ماشي مع الرايجه برضه زي ما قلت لك، بيب بيب اهلي، ما كنتش فاهم حاجه، يعني لسه ببتدي اتفرج على الكوره وافهمها. ويجي بقى في سنه 2001 كان في ماتش بين الاهلي والزمالك مهم قوي في الدوري، وانا فاكر اليوم ده كانه امبارح. على فكره كنا قاعدين كلنا متجمعين في البيت، وكان عندنا طبليه كده، وكانت التلفزيونات القديمه دي، واللي بالمناسبه ده كان ماتش 6-1، وكنت قاعد وسطيهم بفانيله الاهلي بتاعت خالد بيبو. كان عمي بيجيب لنا كلنا فانيلات الاهلي واحنا عيال صغيره، وفاكر هتافهم طول الماتش وهم قاعدين يقولوا الله حي التاني جاي الله حي التالت جاي، لحد ما بقوا 6. بعد الماتش ده مباشره اتغير تفكيري الكروي تماما، وبدات اتابع كوره. حبيت اللعبه وحبيت ان انا اتفرج عليها اكتر والعبها، وبقت هي هوايتي. زمان بقى على ايامنا ما كانش فيه غير هما 3 قنوات، الاولى والتانية والتالتة، وكانوا اللي بيجيبوا الماتشات التانية والتالتة. جيل التسعينات والثمانينات الجميل ده اللي ما حضرش الحاجات اللي احنا فيها دلوقتي دي. المهم في يوم جيت من المدرسه وحابب قوي ان انا اتفرج على ماتش كوره، فبقلب على التلفزيون لقيت ماتش الزمالك والمصري. الزمالك بقى في الوقت ده كانت فرقته بيلعب فيها مين؟ حدث ولا حرج بقى، حازم امام وعبد الحليم علي وجمال حمزه وحسام حسن وابراهيم حسن واحمد صالح وتامر عبد الحميد وبشير التبعي وعبد الواحد السيد وائل الاباني طارق السيد طارق السعيد ابو العلا. جيل تاريخي يعني وجيل ذهبي، ما كانتش فرقه اي كلام. اللي بقول لك عليها دي كانت بتاكل الاخضر واليابس. المهم قلت زمالك زمالك، انا هقعد اتفرج وخلاص. فقعدت اتفرج وشفت حازم امام. تقدر تقول ان حازم امام ده كده بالنسبه لي هو اللي حببني في الكوره وهو اللي حببني في اللعبه اصلا. عارف انت لما تحس ان في حد بيتكلم مع الكوره، او زوما ده بالذات انا كنت بشوفه فعلا انه بيكلم الكوره. بسبب الماتش ده وبسبب حازم امام انا عشقت الزمالك، والتيشيرت الابيض ابو خطين حمر اللي عليه رقم 14 ده بقى عشق حياتي. وهنا بقى قابلت المشكله الاكبر في حياتي، واللي عملت لي عقده نفسيه وخلتني بقيت بكره الاهلي اكتر ما بشجع الزمالك. وبقى حبي وتشجيعي للزمالك عبارة عن حالة تحدي. مجرد ما أعلنت تغيير انتمائي كرويا في البيت كلهم اتفاجئوا وقلبوا عليا قلب وحش جدا. وعمي الصغير ده بقى اللي هو مجنون أهلي، اللي هو كان أقرب حد ليا، قلب عليا وعاقبني وبقى يعملني وحش جدا. حتى لما بقى يجي يدينا كلنا مصاريف كان بيدي لكل ابنه وأخويا وكل العيال إلا أنا، ياخدهم بقى يفسحهم ويجيب لهم تيشيرتات الأهلي وأعلام الأهلي ويسيبني أنا لوحدي. وبدأت عليا حالة العقاب الجماعي في البيت، وكانوا كل ما يعاقبوني أكتر كل ما اشجع الزمالك واحبه اكتر. وطبعا من حسن حظي ان ده كان الجيل الذهبي للزمالك، اللي كان بياخد اي حاجه زي ما قلت لك، بياكل الاخضر واليابس وبيكسب الاهلي رايح جاي عادي جدا. فبعد ما عشقت حازم امام وبدات اتفرج على الزمالك لقيت نفسي بقى بقع في حب عبد الحليم علي وجمال حمزه وحسام حسن وتامر عبد الحميد. ولو قعدت اعد لك اسامي مش هنخلص، لانه الجيل ده حرفيا بكل لعيب فيه، كل لعيب فيه كان يتعمل له كتاب في مركزه. ومن هنا بقى بدات قصه حبي وعشقي للزمالك اللي ما انتهتش وهتفضل مكمله معايا لحد ما اموت. عشان كده لما كانوا بيقولوا ان الزمالك مش قصة كام بطولة، ده عشق من الطفولة، الجملة دي كانت اكتر جملة بصدقها وبحبها جدا. يعتبر انا من الجيل اللي عاش مع الزمالك اصعب سنين ممكن تعيشها مع فريق بتشجعه، وفضلت متمسك دايما بحبي وتشجيعي للزمالك. ده غير ان انا كان بيتضغط عليا كتير في بيتنا وانا صغير ان انا ارجع لانتمائي الاولاني الاهلي واغير انتمائي للزمالك ده، وعمري ما رضخت للضغط ده. فطبعا انت لما بتشوف فيديوهاتي وكره للاهلي انت متخيل ان انا اتربيت في بيت على كره الاهلي، لكن الحقيقه هو لا، انا اتربيت في بيت كله بيحب الاهلي وانا الوحيد اللي كرهته لاني عاصرت وشفت حاجات عمر ما حد يعرف يغيرها في دماغي مهما قال. الاهلي فريق ياما تساعد وياما تجامل وياما توقف جنبه عشان يبقى بطل ويحقق بطولات، لكن الزمالك مع كل بطولة كان بياخدها كنت بشوف متعة ما شفتهاش في حياتي، فرحة وسعادة انت عمرك ما هتفهمها عشان انت ما عشتش وما حسيتش يعني ايه بطولة تاخدها بتعب بجد من غير ما يكون في حد بيقف جنبك ويدعمك فعلا. مش قصة كام بطولة، ده عشق من الطفولة.